وما في أطيب وأشهى من ريحة الخبز طالعة من الفرن. وما في حدا سيلياك ما بيحب يعمل خبزه بالبيت، لأنه آمن بيعرف شو حاطط فيه مكونات. جبت لكم طريقة سهلة في الكل يقدر يعملها. كوبين ونص من طحين جلوتين فري خاص للخبز، عليهم معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة خميرة. المي حطيتها على دفعات، لأنه كل طحين جلوتين فري بيحتاج لمي بطريقة مختلفة. أنا احتاج معي كوبين من المي الدافية، لأنه أنا بدي إياها عجينة مش متماسكة، تكون بهيدا الشكل، قوامها يكون غير عن العجينة العادية. حطيتهم بقالب صغير. اول شي دهنته، لانه هو عيار صغير، دهنته بالزبدة وحطيت عليهم بذور، انتو شو عندكم متوفر، وفيكم كمان بلاها انتو حسب شو عندكم. حطيت بذر كتان، بذر قرع، وحطيت سمسم، وتركتهم بالقالب للعجينة كمان ترتاح لمدة ربع ساعة. فوتت على فرن حامي، اخذت معي تقريبا 40 ل 45 دقيقة، وانتوا راقبوا فرنكم لانه كل فرن شكل. ونصيحة انكم ما تقطعوا التوست مباشرة، بس يطلع يكون سخن تركوه لحتى يبرد. واذا عجبكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة، وتفعلوا زر الجرس ويوصلكم كل جديد، وتبعتوه لحدا سيلياك او عنده حساسية على الجلوتين لحتى يستفاد. وقولوا لي بالكومنت إذا عجبكم، وألف صحة.